عمرك دخلت لايف على منصة وفضلت تسأل نفسك هو ازاي اللايف ده جايب آلاف المشاهدين؟ وازاي الهدية بتنزل كل شوية؟ وازاي البنت أو الولد اللي قاعدين قدام الكاميرا طول الوقت مبسوطين ومش بيزهقوا؟ صدقني، ورا الكاميرا في أسرار كتير وأكتر مما تتخيل. النهاردة هقولك كواليس وأسرار من عالم اللايفات، عالم مليان تمثيل وخطط وضغط نفسي كبير. خليكوا معايا. أول سر ورا أي لايف ناجح مش بس الشخص اللي قدام الكاميرا، ده في إدارة كاملة. واحد بيدخل يحفز الناس في الكومنتات، وواحد تاني يبعت هدايا وهمية من حسابات احتياطية عشان يشجع غيره يبعت. وأحيانا بيكون في جروبات واتساب كامل متفق يدخلوا في نفس الوقت ويعملوا زحمة في اللايف. اللي بتشوفه قدامك مش عشوائي، دي خطة محبوكة. تعال بقى نحكي عن الهدايا. كتير فاكر ان الهدايا دي بتتم بطريقة عشوائية او من جمهور بيحب صاحب اللايف، لكن الحقيقة جزء كبير جدا من الهدايا بيكون متفق عليه مسبقا. في ناس بيشتروا هدايا لبعضهم ويقسموا الارباح بعدين عشان يبان ان اللايف شغال. غير كده المنافسات اللي بين اللايفات، مين يجيب تاج، مين يكسب الجولة، دي وسيلة نفسية تخليك تتسابق وتدفع أكتر حتى لو انت مش ناوي. المنصة بتكسب وهم بيكسبوا، المتفرج ساعات بيخسر. واحد من أكبر الأسرار إن جزء كبير من اللي بتشوفه قدامك تمثيل، خناقة بين اتنين غالبا متفق عليها، بكاء وانهيار أو حتى إعلان انفصال على اللايف. في أوقات كتير بيكون مجرد سيناريو معمول عشان يجيب مشاهدات ويشد الناس. الجمهور بيحب الدراما وهم عارفين ده كويس، فبيصنعوا المواقف دي عشان اللايف يفضل ترند. الجانب اللي محدش بيشوفه إن اللايف ساعات بيكون ضغط كبير جدا على صاحبه. تخيل شخص قاعد عدد ساعات كبير جدا بيحاول يضحك ويهزر أو حتى يمثل إنه بخير، وهو من جواه تعبان زي حال ناس كتير قوي مننا. في ناس بتنام وتصحى على عدد الهدايا اللي بتيجي، وفي ناس حياتها الاجتماعية بتتأثر لأنها طول الوقت عايشة قدام الكاميرا. من بره شكلها شهرة وفلوس، لكن من جوه قلق ومقارنات ودوامة ما بتنتهيش. اللايفات دي مش بس تسلية، دي وراها قصص وأسرار ومجهود كبير جدا يمكن ما نعرفوش. فالمرة الجاية اللي تدخل فيها لايف افتكر ان مش كل حاجة حقيقية زي ما بتشوفها، وعلشان كده خليك ذكي، ما تخليش حاجة تتحكم فيك ولا تتخدع ببريق الشاشة. ودي كانت رحلة صغيرة ورا الكواليس اللايفات من خلف الشاشة. ولو عايزين أسرار أكتر تابعوني عشان اللي جاي أقوى.